الفكرة التامنة. الفكرة التامنة من الحاجات المهمة والتراكمية اللي هي بتيجي في أسئلة الثانوية العامة، وكانت كتير جدًا، جدًا، وهنشوف الأمثلة اللي جات في النماذج الاسترشادية، كتير مهمة. قاعدتنا النهارده F ما يساوي خلّي بالك أنت مش هيجيب لك F صريحة، هو هيجيب لكم F وما يساويها. فقال لك كلمة F اللي معناها إذا أو لو بيجي ما يساويها كالتالي: provided that، يعني هتلاقي هنا مثلًا كلمة أهي provided فيها ing، وممكن كمان provided اللي فيها ED تنفع، بس بشرط لازم ييجي بعدهم that. يبقى اوعى تختار provided أو provided إلا لما تلاقي كلمة that، إلا لما تلاقي كلمة that. من غيرها لا تساوي F، لا تساوي F. كمان عندك برضه اللي بتاخد ذات بتساوي F هي كلمة imagine that، تخيل إن. كمان كلمة on condition that، لو أو إذا، كلمة لو أو إذا. on condition that، يبقى on condition بتاخد that، imagine بتاخد that، provided بتاخد that، provided بتاخد that. كلام جميل، دول معناهم F. وبعدين as long as اللي هي معناها طالما. وبعدين supposing، على فكرة ممكن أقول supposing وممكن أقول suppose، يعني معلومة كمان ممكن أقول suppose، لكن ما ينفعش أقول supposed، هي suppose أو suppose. إحنا عندنا خلينا دي عندنا في المناهج بتاعتنا. supposing بفعل ing، assuming يعني لو افترضنا، إذا افترضنا supposing أو assuming. كمان in case بس، أو only if تنفع، ممكن كمان even if تنفع برضه، بس يبقى ده شوية تريكي حتة معينة شوية. قال لك خلي بالكم التعبيرات دي كلها لازم أجيب بعدها جملة. يعني إيه جملة؟ يعني عندك شوف لي هنا لازم يكون عندك فاعل، يعني you، وبعد كده هات الفعل بتاعك الفيرب بتاعك، يكون عندك she والفعل بتاعك شباب زمان إيه؟ they. أي فعل لازم تبتدي جملة، يعني عايز هنا فاعل وبعد كده verb، مش أي حاجة وخلاص، لا، في جملة كاملة، فاعل مفعول أو فاعل. alright. اللي بعدها اللي بيساوي F ولكن ما بتاخدش بعدها جملة، ممكن تاخد بس noun أو تاخد gerund verify ing، هي in case اللي شبه دي بس حاطط لها off، أو كلمة with أو كلمة with. ينفع بقول لك والله بي مثلا كذا هيحصل كذا with. أيوه، بس اللي جت في أول الكلام يبقى معناها إذا بتساوي F، ولكن with فبتتعامل كأنها حرف جر، فتبقى تجيب verb ing أو noun عادي. in case of برضه noun أو verb ing. طب إيه عكس if؟ ما if عكسها if not. إذا لا. إيه اللي بيساوي كلمة if والفيرب منفي؟ قال لك كلمة unless، يعني إذا لم. طيب كمان قال لك without، بدون، يعني إذا لم. but for، خلي بالكم من but for دي قوي. but for يعني بيساوي unless، بيساوي يعني معناها إذا لم، معناها إذا لم. الفرق بين unless و without و but for. but for بيجي بعدها noun أو verify ing، يعني ما ينفعش جملة زي without حرف جر فبتجيب بعدها اسم أو إيه أو verify ing. أما unless و if not لا، عايزين جمل، مش هنقول تاني جمل يعني في فاعل وفيرب في in وفيرب، يعني أنت عندك هنا if not أو unless أنا عايزة جملة، خلاص جملة يعني في فاعل وفاعل ومفعول. أوكي، يبقى كده أنا خدت if وما يساويها وإيه اللي بيجي بعدها جملة أو gerund أو noun وما يساويها. تعالوا بقى نخش على الحتة دي اللي هي شروط if، وركزوا معايا قوي 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 قوي. الكونديشنز بتاعت if. الكونديشنز بتاعت if كالتالي. كونديشن كم حالة؟ الكونديشنز بتاعت if عندنا زيرو دي معناها يا جماعه مضارع، اي مضارع بسيط. يعني ايه زيرو؟ قال لك دي حاله بربط فيها باف اللي بتربط بين جملتين، بس المضارع اللي هنا والمضارع هنا لازم تكون نتيجته بتحصل في نفس الوقت. يعني دي مثال، والله لو انا مثلا وقعت الكوبايه، انا جبت كوبايه جلاس وقعتها، ايه اللي هيحصل؟ النتيجه تحصل دلوقتي ولا مش دلوقتي؟ if I drop the glass it broke ولا broken ولا breaks؟ البريكس يا جماعه. ليه؟ لان مضارع في الحقيقه ان احنا لو وقعنا حاجه في نفس اللحظه هتنكسر، يبقى انا بستخدم حاله الزيرو في
الحقائق علوم ودين وطبيعة. لكن الحالة الأولى إيه بقى؟ مضارع برضه، يعني الجملة لازم تكون مضارع. قال لك مضارع أي نوع؟ يعني مثلا مضارع بسيط يعني if مثلا if you study، لو أنت ذاكرت. if you have studied، عادي، ده برضه اسمه مضارع، اسمه مضارع تام عادي. الجهة التانية تاخد ايه؟ أو ممكن if you برضه are studying، أي مضارع، أي مضارع. في الحالة دي أنا الجهة التانية برضه بجملة لازم يكون فيها will، لازم يكون فيها can، فيها may، فيها should. الفرق بس في الاستخدام. والله if you study hard النتيجة هتطلع في حالة if الأولى في المستقبل. يبقى أنا في حالة افتراضية بفترض إن إحنا لو عملنا الموقف ده هيحصل إيه؟ النتيجة فين؟ النتيجة اللي قدام، مش نتيجة حالية. مش هنجح دلوقتي أكيد، يعني هنجح بعدها مثلا شهر شهرين، هسبب أسبوع أسبوعين، هسبب النتيجة تطلع. يبقى if you study مثلا hard you will مثلا get the full mark، مثلا تجيب الدرجة النهائية. if you are studying، انت لو بتذاكر دلوقتي يبقى نتيجتك تطلع في المستقبل هتجيب انت الدرجة النهائية. او ممكن اقول له if you are studying، لو انت بتذاكر دلوقتي you can تقدر تجيب تجيب الدرجة النهائية عادي. ممكن استخدم will، استخدم may دي في حالة الاحتمال، يعني انا عارف النتيجة تحصل في المستقبل بس انا بحتملها، يعني احتمال ضعيف يعني. لكن will لو انا متأكد بنسبة في المية، كان لو انا متأكدة في القدرة، اكيد انت هتقدر توصل للحاجه دي. وشوف برضو ممكن استخدمها في حاله النصيحه. والله بقول لك if you study hard you should مثلا get the full mark، عادي بستخدمها في حاله النصيحه كمان should. تمام. او احطها مع زي ما قلنا if والمضارع. يبقى هنا if والمضارع والمصدر او النفي بتاعها اللي هو want عادي، او كان النفي بتاعها كانت may not، should ينفع طبعا حسب المعنى. طيب يبقى احنا عرفنا النتيجه بتحصل في نفس الشيء، يبقى هتاخد مضارع. النتيجه تحصل قدام في المستقبل يبقى will can may should، ودي اسمها الحاله الاولى. الحاله الاولى ينفع اعمل لها انفرجن طريقه عكسيه؟ طبعا بعملها ازاي؟ قال لك والله whatever هي ايه، انت بتجيب should دي هي اللي في الاول، should دي بتتحط في الاول. يعني مثال بقى you study hard you will get the full mark، يبقى should واجيب بعدها you الفاعل بتاعي. should you study hard، عادي خالص، شلت اف وعوضت عنها بshould، يبقى should you study hard. ايه اللي هيحصل؟ اكمل جملتي عادي، اقول المصدر جمله شو بقول ازاي you will get the full mark. ودي الحالة. يبقى الحالة الأولى في الطريقة العكسية بشيل اف وعوض عنها بshould. هنخش على الحالة الثانية. الحالة الثانية احنا بنسميها حالة التمني. اف طايرة في الهواء، ليه؟ اقعد احلم وطير تمني، لو معايا فلوس هعمل كذا كذا، لو انا بقيت عندي جناحات هطير واروح فين، وهكذا. تخيلات. اذا او تمنيات بتمنى ممكن تحقق او ممكن قبل التحقيق طبعا، ربنا كبير. فقال لك الحاله دي انت بتجيب اف ماضي بعدنا عن المضارع خالص، ماضي بسيط. يعني ايه ماضي بسيط؟ التصريف التاني. في الجمله الثانيه بتحط would وcould وmight اللي هم الماضي دولت، بس ما عندكش should. خلاص would وcould وmight. تمام. قال لك ازاي؟ اهو والله if I had، بس بعدها اسمي بقى التصريف التاني من have. if I had money، لو كان معايا فلوس I would buy a car، كنت اشتريت عربية. أنا معايا فلوس كنت اشتري عربية، يا رب يا ليتني كنت معايا فلوس كنت اشتريت عربية. يبقى هنا ده بديهي. يبقى حالة اف كمان. حالة اف التانية ده ممكن تستخدمها في النصيحة بطريقة اسمها if I were you، لو كنت مكانك. if she were you، لو هي كانت مكانك. if we were you، لو كنا احنا مكانك كنا هنعمل كذا. انا بحط نفسي مكان شخص، ممكن اشيل كلمة يو واحط نفسي مكان الشخص ده. يعني if she were مثلا، لو كان
your mom، لو كانت في مكان مامتك. انتوا ملاحظين حاجه ازاي شي يجي بعدها وشو عاملها ورق كبيره ازاي؟ قال لك في حاله النصيحه انت ما بتستخدمش مع قاعده اف الثانيه واز نهائيا، انت بتقول if I were مش was، ايوه if she were، ايوه if he were if we were if they were عادي خالص. او تحط الشخص اللي مكانه وحط هناك would والايه والمصدر. قال لك كلام جميل يبقى في حاله النصيحه بعدين يقول لك لو كنت مكانك كنت ذاكر. if I were you، لو كنت مكانك I would المصدر study hard، كنت ذاكرت كويس. انا لو مكانك ذاكر كويس، انا بنصحك بديك نصيحه لله. طب ممكن نعمل طريقه عكسيه لحاله اف الثانيه. اهي ايه بقى اللي بيتحط في الاول؟ قال لك شيل الاف وحط مكانها ور. بس ور نحكي، يا اما لو عندك في فيرب يبقى تحط تو والمصدر، ما عندكش فيرب حط خلاص الاسم بعدها. طب لو كانت اصلا هنا منفيه، يعني هنا كنت حاطه نفي في الجمله هنا مثلا، كان في هنا منفي، الماضي بتاعي ده منفي، عادي تحط ور برضه، بس هنا بتحط الفاعل وبعد كده بتجيب النقطه. تعالى لما نشوف مثال هنا، ناخد المثال مثلا اللي هو ده. لو انا معايا فلوس كتير I will buy a car، يبقى where انت بتقولي مين هنا الفاعل بتاعي؟ I. where I هنا في كلمة في فعل اللي هو ايه؟ money. خلاص اللي هو had money، هنا عندك had money في verb، يبقى where I to have money. لو كان انا معايا فلوس يبقى where I، يبقى معناها لو كان معايا فلوس أو حتى الجملة التانية I would مصدر buy a car. كنت هشتري العربية، كنت هشتري ايه؟ العربية. نفس الطريقة العكسية ولكن هنعملها مثلا بتاعت اللي هي النصيحة اللي هي if I were you I would study better. لو أنا كنت مكانك كنت ذاكرت وانصحك. فشلت if وعوض عنها زي ما قلنا ببر، أهي أدي بر. هنا عندي مين؟ on، يبقى were I. هنا مش هحط الفيرب لأن ما عنديش فيرب، عندي اسم أو عندي ضمير، يبقى هنا were you. لو أنا كنت مكانك I would study hard، يبقى استخدمت مكان if were. الحالة الثالثة هنا نخش فيها بيقول لك if ما بيجيش معاها غير الماضي تام، يعني في had والبارتي participle أو الفيس. والجهة الثانية خلي بالك مش would بس، لا ده would have والفعل بتاعك في التصريف الثاني. would احنا كنا خدناهم قبل كده في حاجة اسمها الحالة العكسية، عكس الواقع. يعني اللي هنا ده لو هنا المفروض انه كان يحصل، لا هو هنا لم يحدث. طب لو جات لي منفيه يعني جات لي wouldn't have والتصريف الثاني، يعني حاجه دي ما حصلتش، لا يبقى عكس الواقع، يبقى حدثت يبقى حصلت. خلي بالكم حاله اف الثالثه هي حاله الندم. كان يقول يا ريتني كنت عملت كده، لو كنت ذاكرت كنت نجحت، يبقى هو اصلا ما نجحش. لو كنت انتخبت نفسك كنت نجحت، يبقى انت اصلا ما انتخبتش نفسك. ناخد مثال if you had التصريف تاني if you had studied، لو كنت انت ذاكرت يا بيه hard، ذاكرت كويس، ايه اللي هيحصل؟ كنت نجحت يا باشا. يبقى you اهي would have succeeded، كنت نجحت يا بيه. يبقى كده يبقى انت ما نجحتش خلاص. يبقى if you had studied hard you would have succeeded or got the full mark. حالة اف اللي هي حالة ازاي نعكس حالة اف التالتة اللي هي اصلا جاية لندم او تقديم رقم حد. فانا في الحالة دي انت بتشيل اف وبتحط هات في الاول، هتبقى هات كده، وهنا عندك يو تحط الفاعل بتاعك، وهنا التصريف التاني. بس اهو خلي بالك التصريف ده اهو اسمه studied، مش اختار واحد تاني يعني. خلاص يبقى studied، يبقى had you studied يعني معناها لو كنت ذاكرت بقى طمك. ايه اللي حصل لك؟ اهي you were if كانت called for work، you were if called for work، كنت جبت ايه؟ الدرجه النهائيه. ده معناته عكس الواقع، ان حضرتك اصلا ما عملتش الكود للفور مارك، ما جبتش الدرجه النهائيه.
من هنا كده خدنا اف والحالات العكسيه، لكن هنربط بالفكره اللي معانا النهارده الطرق العكسيه ايه كمان، بجيب الطريقه العكسيه مع بعض التعبيرات الاخرى ونخش على الاسئله. طيب دلوقتي احنا اخدنا اف ومعاه الحاجات احنا اخدنا طبعا اف والانفرجن بتاعها، بس الانفرجن دي قاعده موجوده في كل اللغه الانجليزيه، يعني هتلاقيها مثلا موجوده مع الكلمات اللي هقول عليها ديت بروابط وبدون روابط اخرى. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. تعالى ما نشوف ايه هي الطرق اللي بيجي فيها الانفرجن. قالك عندك زي كلمه مثلا no sooner hardly hardly scarcely، ودول معناهم بالكاد او بالعافيه، يعني كاني بقول لك يا دوب. بس في شرط، دول بيجوا مع امراض اللي عمل اسهم هنا. نو سونر يعني بالعافيه ومرتبطه بزمن معين، ايه الزمن اللي بيجي بعدها؟ لازم يكون فيه هات والتصريف الثالث. فلا نو سونر بجيب هنا الاكزيلري فيرب الفاعل المساعد، عشان كده سميناها عكسيه. جبنا الفاعل المساعد وبعد كده الفاعل وبعد كده التصريف الثالث، وشرط الزمن ده مع نو سونر، ليه؟ معناها بالكاف او بالعافيه او يدوب. وبعدين بربط بايه؟ لو شفت نو سونر يا جماعه خدوا زان، افتكروا زان بتاعت المقارنه شبيهه زيها. نو سونر دان، نو سونر دان، زي المثال ده. نو سونر، زي المثال ده no sooner had I finished، يعني يا دوب خلصت then I slept، وبعد كده انا نمت. نفس المثال ده، ولكن مش هحط النو سونر، هحط hardly او partly او scarcely hardly partly scarcely، وبحط معاهم رابط اسمه when، يعني الجمله الثانيه بربط when. زي المثال ده hardly كده في الاول اهي، ادي هنا الطريقه العكسيه جت في الاول، لان على فكره ممكن احطه جوه في النص، بس لو دخل جوه في الجمله عاديه بيتحط رقم 3، لكن لو طلعوا بره يبقى هعمل انفرجن، هات في الاول بقى الفعل والتصريف الثالث اهو، وبعد كده عشان في هارد بارلي سكيورتي دول بياخدوا من الثلاثه دول بياخدوا من الوحيده اللي بتاخد زان هي نص الفرق اهي، هي دوب انا خلصت وبعد كده وين مع هاردلي انا سنين. اللي بعده اي حاجه بقى فيها نوت في الاول زي not only، بس هي not only لازم تطلب بحاجه اسمها but، ممكن احط هنا فاعل ولا كده احط في الجمله الثانيه في النص الاصول، او بقى على طول، ودي بتيجي للاضافه، يعني الاضافه كانها بتساوي اند بالظبط. not only بقى اصول، مش بس كده لا وكمان كذا بضيف حاجه، زي المثال بتاعنا انا اقول لي يا جماعه عايزه بقى اصول رابط، تمام. زي المثال ده not only is، ادي الفعل المساعد المضارع، جمله مضارع انا في هنا اسم فحطيت از، ممكن احط دو ودز وديد لو كان في فيرب، هنا مفيش فيرب. ده نيو بوي فريند، يعني ده مش بس البوي فريند بتاعها هانسون حلو، لا ده بقى اولسو، ولكن تاني نوت اونلي كانت هنا از، ليه از؟ ممكن احط دو ودز وديد، ولكن احنا عندنا هنا اسم، لو عندي فيرب احط دو ودز وديد اللي هو الفعل المساعد. خلاص هو ده الفعل بتاعنا هانسون، مش بس هو هانسون لكن كمان هو ريتش، هو غني، جمله عاديه بعد بقى اولسو، نوت اونلي عايزه رابط بقى اولسو. عندك بقى نقطه ثانيه، انت الاول لو جيت في الامتحان بادئه بنوت يبدا شك، يعني not only but also not until not since not once. في الحاله دي ابدا اشوف بطريقه عكسيه، ممكن طريقه عكسيه في الحته دول بالذات ممكن يجي في الجمله الثانيه عادي تنفع. هناخد مثال اهو not until، مش بس لغايه ما هي she heard it herself، سمعتها بنفسها. did she believe it، لا وصدقتها، يعني هي ما صدقتش الكلام ده غير لما سمعت ده بنفسها. not only يعني بقول لك يعني not until معناها ان انا مثلا ما عملتش الحاجه دي ما حصلتش الا لما الحدث الاولاني اللي حصل، يبقى هي سمعت الاول او الحدث مثلا الاولاني وبعد كده الحدث الثاني. الحدث الثاني انا حاطه عكسي، حاطه فين عكسي اهو، did عشان ده ماضي، هنا كانت اصلها ماضي، هي مالهاش علاقه هنا بالازمنه، الحته دي مالهاش علاقه بالازمنه، دول بس هنا الازمنه، هي التصريف الثالث وجاء هنا في 2، دولت اي زمن ما تفرقش معايا، مضارع مستقبل ماضي whatever. خلاص not until she heard it did she، وجبت هنا في المصدر اللي did بتيجي بعدها الف مصدر. كمان شفت قول لي في الاول برضه شك، only after only when only by only can، دولت بدون روابط زي نطق اللي معانا دي، الا مفيش غير نطق انت اللي فيها روابط واللي فوق فيهم روابط، يبقى اونلي مش محتاجه اي روابط يا جماعه. زي ما قلنا اونلي اشك وين، يبقى هعمل طريقه عكسيه اهي did
شي يبقى هنا مصدر لان طبعا خلاص الفعل الايه المساعد في الماضي. لو مضارع يبقى do وداز ودid. لو مستقبل يبقى will عادي تنفع. اوكي لو مفيش فعل يبقى حط زي is وايه وis والماضي وار وواز وور. حط is او are او مثلا was وور لو ماضي. طيب only when did she was surprised. اتفاجئت. هي ما اتفاجئتش الا لما حصل الاولاني did she تم اخبارها. هنا حطيتها هنا بطريقه عكسيه. برضه الديد لو جت في الاول ونيفر لو جت في الاول يبقى عكسي. يبقى never ولاتر only مع after when وباي وthen not only ونوت until ونوت since كله ده عكسي فعل مساعد. طيب little did لان ده ماضي لما مضارع يبقى قلنا do او does whatever هنا الفعل بتاعك ايه؟ يبقى did الفاعل المصدر. هنا never اهي never before. على فكره لو جت كلمه بعد never او جت بعدها كلمه بعد كده من الطريقه العكسيه ما تفرقش لان اسمها التكمله فمش هتاثر على المعنى. never before has جاب هنا تصريفي تاني. خلي بالك احسب الجمله بتاعتك. ما انت بتزول فيرب. لو انت عندك ماضي لو عندك فعل لو عندك مضارع يبقى دو وداز. لو عندك هاف وهاز لا هاف وهاز الاول والتصريف الثالث. لو عندك هاد يبقى هاد الاول والتصريف الثالث. انا بس بطلع الفعل الايه اللي هو الاكزولاري فيرب او الفعل المساعد في الاول معلومه اسبقيه عن الفاعل انفرجن بعكس. خلاص. طب تعالوا ناخد بقى الامثله اللي جت لنا في دي الاسئله اللي جت في الاختبارات الاسترشاديه. اول سؤال بيقول لك only after testing the device. يعني اختبرنا وحده معينه وجهاز معين if it work ان كان شغال ولا لا. ما انا شفت قلت لكم يا جماعه قلت لكم شفت only جه بعدها only after only while only then only مثلا when. خلاص شوف كده هتبقى فيها طريقه عكسيه. اولا only after ما بتاخدش اي روابط. اذا انا مش محتاجه هنا اي رابط يبقى الرابط ده مش معايا. هنا برضه رابط مش محتاجاه في الجمله الثانيه مش محتاجاه. لا اما دي طريقه عكسيه inversion يبقى خدي will we know will we know. اللي بعدها you lived on the moon. ماشي. وبعدين how would you feel. فاكر قلت ايه مش هحطها في اول فيديو. ما ده سؤال would would والمصدر بقاعدة اف. طب ايه اللي بيساوي هنا اف؟ الكيس تنفع معانا اف بس هنا عشان في اوف يبقى اجيب بعدها فيرب في ان جي او نو. وهنا ده جمله يبقى مش معايا. سبوز يبقى طبعا اللي فيها ان جي اللي تنفع. بروفايد عايزه بعدها ذات. هنا في ذات لا يبقى مش معايا. imagine برضه بتاخد ذات. imagine بتاخد ذات الزوج. provides هنا اصلا اسمها المفروض تبقى بروفايد كمان يعني دي اصلا غلط مش معايا اصلا. يعني بروفايد وبروفايدنج imagine ذات كل ده بياخد ذات. خلاص احنا عارفين الكلام ده كله. خلاص يبقى في حاله الاجابه بتاعتنا تبقى supposing يعني نفترض تساوي كلمه assuming نفس المعنى تنفع برضه. السؤال اللي بعده وهو when we would have gone. دي حاله ايه؟ اللي هي الندم اللي هي حاله اف الثالثه عكس الواقع. يبقى هو عاوز يجيب هنا اف الحاله الثالثه بس بالطريقه العكسيه. ما هي وير عكسي بس طريقه ثانيه تاني برضو الحاله اف الثانيه. يبقى النتيجه دي هنا كانت في الاول هنا كانت في الاول. ابص هنا ويل ده معناه جيدا يعني بخير يعني. لا ده ايه ده فيرب. لا ده مش فيرب. لا ده مش فيرب. يبقى اعمل ايه؟ يبقى اذا مش هينفع اخد هنا هاد هي. يبقى الاجابه تبقى هاد وبن. ليه خدت بن؟ لان ده التصريف الثالث لان ده يعتبر حال. ده يعتبر حال او الصفات اللي بناخد معاها بن. التصريف الثالث من بي بن مع الحال والصفات. يبقى دي الاجابه هي الصح. وكده يبقى احنا خلصنا اف بطريقتها العكسيه واخدنا الجمل اللي بيجي معاها الطرق العكسيه. ثانك يو. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وكمان لايك ولاف. جباي.